دلوقتي استوقفني موقف، فقلت لازم اقول لكم الموقف عشان نتكلم عن الشخصيه دي، عشان اكيد في حياتنا في شخص متنمر، كلنا في حياتنا شخص متنمر ايا كان. لو في حد ضايقنا بقى بكلامه، اتنمر علينا، حد مش داعم، نعمل معاه ايه؟ انا كامال شخصيا وكشخصيتي اللي انا اصلا ما بتكلمش كتير عكس الفيديوهات، اني ما بردش، بتجاهله تماما. ده بينفع مع ناس، اوكي، بينفع مع ناس، لان انت لو تجاهلت شخص متنمر هو فعلا هيبطل ينضم عليك وهيحس اللي هو اللي قاله ده مش بيضحك. بس في ناس تانية بقى، وده النوع اللي انا لسه قبلاه، لو انت سكت لا مش هيفرق معايا. وفي الحالة دي احنا لازم نرد عليه، بس مش نرد التنمر بتنمر، بس لو حد قال لنا كلمة لازم نرد عليه، نعرفه اللي احنا بنرد، المفروض ان احنا نرد عليه بنفس طريقته. بس هل احنا ننزل لمستواه؟ لا. ممكن كلامه اللي هو قاله اللي هو اصلا ملهوش اي 30 لازمه نستهزأ بيه، لانه فعلا كلام من شخص مهزأ، كلام ملهوش لازمه، فاحنا نحسسه ونفهمه الحقيقه اللي كلامك اللي انت قلته ده كلام شخص مهزأ مش فارق معانا. طب احنا ردينا عليه والحمد لله حسينا ان احنا اخدنا حقنا واللي احنا مش مقصرين الخاطر، نتصرف معاه ازاي؟ المفروض نقطع معاه. طب احنا مضطرين وخلاص مش هعرف اقطع معاه اصلا مفيش علاقه، بس احنا مضطرين ان احنا نكون في نفس المكان، هنضطر ان احنا نتجاهله. ده شخص مش موجود، قال لنا كلمه بنرد على قد الكلمه، تنمر علينا بنرد عليه. اما بالنسبه للتنمر كتنمر، فالتنمر ده شيء حرام، شيء غلط، شيء قله ادب، وما ينفعش نعمله وما ينفعش نسكت عليه وما ينفعش نعديه. وممكن التنمر يبدا بكلمه وبعد كده بفعل وبعد كده بحاجات اسوأ. ما ينفعش نتنمر تحت اي ظرف، حتى لو تحت بند الضحك وايه ده انا كوميدي ودمي خفيف، ما ينفعش نتنمر.